بركاته. الفيديو ده حبيت ان هو يبقى بالصوت عشان نشوف مع بعض. هنخش نعمل دلوقتي صفقة. هنفتح برنامج اولمبي تريد. دلوقتي هنحدد مع بعض هنشتغل على ايه. هناخد الخط اللي هو الاخضر ده خط انا كنت عامله. اخليه هنا ايه، خليه عند الهبوط. انا بشرح لكم على الموبايل، معلش لو هيبقى فيه الامكانيات بسيطة، بس لازم نتعود مع بعض ايه، ان بقلل الامكانيات ممكن نعمل معجزات. ماشي ان شاء الله. القناة دي يا جماعة تبقى مخصصة للصفقات الناجحة فقط. يعني بإذن الله تجرب معايا كده، وتفتح حساب تجريبي وتنفذ ورايا في كل فيديوهاتي وكل شروحاتي اللي هتنزل ان شاء الله. القناة دي جديدة بإذن الله مع بعض وبدعمكم ان شاء الله هوصل لكم كل الفكريات اللي عندي مجانا. والقناة دي مش هيبقى فيها انك تدفع جنيه مقابل كورس او مقابل انك تتعلم حاجة، لا. اي معلومة عندي انا هديها لك. انا هعرفك على القناة ازاي تدخل صفقات مربحة 100%. طبعا كل ده هيبقى بناء على تحليل الفعلي للشرط بتاعك. لازم انت تكون محلل الشرط كويس. وتعال نشوف دلوقتي الترند ده ترند هابط اهو، اللي انا حاطط عليه ايه، اللي انا حاطط عليه الخط اللي هو نغير لون الخط اهو. سوري. انا غير اللون بتاعه ونخليه احمر عشان ايه، يبقى احنا عارفين ده الخط الهابط. هنجيب المؤشر بتاعنا التاني ده شعاع. واحنا دلوقتي هنعمل ايه، هنجيب نقطة الارتفاع دي اهي، نعمل هنا علامة. اوكي، احنا كده هنبقى جاهزين مع بعض ان احنا في في الزوج ده اللي هو اليورو واليو اس دي. احنا دلوقتي بنجرب على اليورو واليو اس دي. وكمان احب الفت نظركم ان فوق كده على اليمين موجود ادي رسمة الشمعة. تحت المحفظة الزرقاء دي ادي رسمة الشمعة، وجنبيها المدة اللي هيتبني فيها جسم الشمعة. دي مدة بدء وانتهاء جسم الشمعة. مدتها 5 دقايق. ولو جينا فوق كلمة هبوط اللي بالأحمر عندي على الشاشة دي، بلاقي فوقيها 5 دقايق. ده توقيت فتح وإغلاق الصفقة. من أول ما تفتح الصفقة سواء كانت صعود أو الصفقة كانت صفقة هبوط، بتلاقي إن حضرتك العداد بيعد لمدة 5 دقايق. فأنا حددها، يعني حاول تعمل زيي. لو ما عندكش فكرة اعمل زيي، خليها 5 دقايق على قد جسم الشمعة. تمام كده. احنا دلوقتي هنبدأ صفقة، ناخد صفقة. فأنا هاخد الخط بتاعي ده. هو دلوقتي المفروض إن هو عدى المنطقة دي ورجع تاني. أنا المفروض آخد صفقة هبوط لمدة 5 دقايق، عشان كده هو هياخد هبوط. طب ليه أنا دخلت صفقة هبوط مع إني أخرت فيها شوية؟ ليه أنا هاخد صفقة هبوط؟ لأن الشمعة اللي هي باللون، الشمعة اللي هي باللون الأخضر دي، الشمعة اللي في النص دي، شمعة الفوجي دي كانت ده ترند صغير موجود كده. دي كانت اكتر شمعة مدية هبوط. فلو تعداها الشمعة الاخيرة دي، الهبوط بتاعها تعداها، اذا هتهبط اكتر من كده. فاحنا دخلنا مع بعض صفقة، وما نخافش خالص لما نفتح الصفقة، لان انا هنا بعلمك على القناة الشغل المربح فقط. فبإذن الله الدنيا دعم بس، وان شاء الله هنبقى مجموعة كويسة جدا كلها ربح بدون مقابل. انا مش عايز مقابل ولا عايز اي حاجة. انا عايز حضرتك تركز معايا ومش عايزك تخاف. هي ادت ارتفاع ونزلت، هي كده اصلا كانت بتبني الجسم بتاع الشمعة. هنا بقى في خطأ احب انوه عليه. في ناس بتخليها توقيت الصفقة بيبقى دقيقة،
فهو نزل معانا اهو، وفرحنا ان هو نزل وعمل هبوط، وبعد كده طلع ورفع تاني. فممكن تكون الدقيقة بتاعت حضرتك خلصت، فحاول ما تجودش او ت... تنفذ حاجة غلط. لو انت مش فاهم فاعمل زي ما انا ايه بفهمك كده. طبعا انت هتجرب الكلام ده على حساب تجريبي، لو حابب تجربه على حساب حقيقي فده على مسؤوليتك الشخصية، لان انا معرفش انت اتعلمت ايه وما اتعلمتش ايه وخبرتك السابقة ايه. فلازم ايه تركز معايا كويس. ماشي. احنا دلوقتي ندخل نشوف الصفقة دي فاضل فيها قد ايه. ادي الصفقة اهي. الصفقة دي فاضل فيها 3 دقايق. فاحنا ان شاء الله الفيديو يعني مش هيبقى كبير. فبص حضرتك يعني لو جينا نبص هنا نلاقي ان هو هنا ده كده كان ترند هابط اهو، قعد يهبط يهبط يهبط، وبعد كده جه هنا عمل ارتفاع. دي كده حصل اختراق، بعد ما عملت الارتفاع ده كده حصل اختراق، ونزلت تاني اهي نزلت، وبعد كده عملت ارتفاع تاني. عدت الشمعة اللي اتعمل فيها اختراق ولا ما عدت؟ لا، ما عدتش الشمعة اللي عملت فيها اختراق. فاذا هي ايه كده في احتمالية للهبوط، فحصل هبوط 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 هبوط. ادي ترند الهابط، وبعد كده حصل ارتفاع. انا بقى هنا عند الشمعة اللي هي باللون، الشمعة اللي هي باللون الاحمر اللي احنا قلنا عليها، اللي حطينا تحتيها المؤشر الاحمر ده. دي شمعة الشمعة دي بتاعت الترند الصغير ده اللي هو قفل هنا وابتدى يعمل ارتفاع، رجع لمرحلة الصعود مرة أخرى. عفوا بشرح على الموبايل. احنا ما نخافش طبعا ان هو دلوقتي اهي الشمعة، يعني هي كده احنا خسرانين، بس ما فيش خسارة الحمد لله طول ما انت محلل الشرط مظبوط. الشرط ده اللي مش فاهم طبعا هو الرسم البياني اللي قدامنا اللي عليه شموع يابانية. فانت ادام محلل الشرط صح ما تخافش من حاجة. ولازم الصفقة دي نشوفها مع بعض عشان نقفل الفيديو مع بعض على نجاح، لان ان شاء الله مش انا يعني كل صفقة هدخل فيها هيبقى قدامكم وهرفعها على طول عشان نشوفها مع بعض، وتحاولوا تستفيدوا على قد ما تقدروا من الصفقات اللي بتتفتح وليه بتتفتح وبتتفتح امتى، وحل الرسم البياني ازاي. فانا الرسم البياني اللي هو الشارت ده انا هعلمك فيه كل حاجة واحدة واحدة. بس انا محتاج بس دعمكم على القناة، لان القناة لسه جديدة. كان في قناة وانا مش عارف ارجعها تاني، فالقناة لسه جديدة، والقناة دي هتبقى فري مليون في المية. انا هدعمكم يعني هدعمكم فيها. واولا واخيرا احب انوه ان انا ما باخدش فلوس من حد عشان اشتغل له بيها ولا الكلام ده خالص. انت هنا هتشتغل بنفسك. احنا دلوقتي الشمعة فضلت شغالة معانا، فضلت تدي ارتفاع وفضلت تدي هبوط، تدي ارتفاع وتدي هبوط. فاحنا مش خايفين من اي حاجة خالص، احنا مش خايفين من اي حاجة. ليه؟ علشان احنا محللين صح. فاضل اهو، فاضل على الشمعة بتاعتنا وتقفل. الصفقة بتاعتنا سوري، الصفقة بتاعتنا تقفل 17 ثانية. فاحنا مع بعض ان شاء الله 17 ثانية دول، وهنتأكد ان الشمعة ان شاء الله هتقفل بربح. والمفروض ان انا كمان كنت دخلت فيها بدري شوية، حوالي 3 ثواني 4 ثواني عن كده، والشمعة هي قفلت معانا بربح. وهندخل على الصفقات، هنلاقي ان الصفقة كانت ب3000 جنيه. قفلت بربح، كسبنا عليها 2550 جنيه، يعني 5550 جنيه في 5 دقايق بالظبط. طبعا المخاطرة بتبقى كبيرة لو انت ايه، لو انت بتخاطر غلط، او لو انت عامل لو انت محل الشرط البياني غلط. انا عايز اكون معاكم باستمرار، عايز ارفع لكم فيديوهات كتير وطرق ربح كتير جدا. هتدخل الصفقة ربحانة ربحانة. ده متوقف على دعمكم. يا تنساش لايك للفيديو واشتراك في القناة، ويا ريت تفعل الجرس عشان اي استراتيجية جديدة هنزلها لك مش هتبقى عبارة عن مؤشر وحضرتك هتبقى مستني الإشارة من المؤشر يقول لك ارفع ادخل صفقة 5 دقايق صعود، فتقوم انت داخل 5 دقايق صعود. لا 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 لا. انا عايز اقول لك ان في اخبار كتير برضو بتنزل، والناس بتعتمد على النشرة والاخبار، النشرات والاخبار اللي في الابليكيشنات وفي كل حتة،
وبرضه ساعات بيطلعوا هم غلط، وهيبقى تحليلك انت للشرط البياني هو اللي صح. فخلينا كلنا متفقين كويس جدا ان اهم حاجة هو تحليلك للشرط البياني. طبعا انا عايز انوه قبل ما اقفل الفيديو ان دلوقتي الشمعة اختلفت اهي، وطلعت. طبعا أنا لو كنت مختار 6 دقايق ولا 7 دقايق في التوقيت الزمني للشمعة، كنت ممكن الوقت ابقى خسران الصفقة دي. فان شاء الله لينا لقاء تاني في صفقة جديدة بإذن الله. وأنا مستني دعمكم وكومنتاتكم. لو محتاجين أي حاجة أشرحها يا ريت كومنتات، وأنا هشتغل عليكم الفترة اللي جاية إن شاء الله على كومنتاتكم ومشاكلكم، وبدعمكم إن شاء الله كل حاجة هتبقى تمام.